التوازن من كتاب كيف تكون بطلاً لأولادك لجورج ماكدويل وديك داي. ابتدى الكاتب بالسؤال ده: يا ترى ايه الطريقة اللي استخدمها أهلك في تربيتك؟ لأن إجابتك للسؤال هيفهمك الطريقة اللي بتستخدمها لممارسة سلطتك الأبوية. وقال الكاتب إن في 3 نماذج للتربية، وهي اللي بنلاقيها في أغلب البيوت. أول نموذج الاستبدادي، بمعنى هتعمل اللي أنا عايزه وإلا. وفي النموذج ده بيكون الأب أو الأم الشخص الديكتاتوري اللي بيسيطر ويمارس السلطة المطلقة، ومش بيدعم الآباء أولادهم، لأن السيطرة بتتغلب على المحبة. وفي بعض البيوت بتاخد سيطرة الآباء منعطف خطير بينتج عنه أنواع من الإساءة في معاملة الأولاد، زي الضرب والحبس والحرمان من الأكل. ولكن بعض البيوت بيوفر الآباء المستبدين كل حاجة لأولادهم من أكل ولبس وكل حاجة ما عدا الحب والدعم. فهم مش بيسيئوا معاملتهم بالضرب أو الحبس، لكنهم بيشدوا على القوانين ومش بيدوا أهمية لبناء العلاقات. وهنا سأل الكاتب إيه تأثير النظام الاستبدادي على الولاد؟ وجاوب إن الطريقة دي بتخلي الولاد يتصرفوا بطريقة من 2: الفراق أو الخناق. فلو اختاروا الفراق بيكونوا عاشوا أغلب طفولتهم بيتعلموا الطاعة والخضوع للسلطة والانسحاب، بس ده بيكون الظاهر بس، لكن من جواهم بيكونوا بيغلوا. ولما بتجيلهم فرصة بيهربوا من بيتهم بأي حجة، زي السفر للدراسة أو الشغل أو حتى الجواز. أما الولاد اللي بيختاروا الخناق بيظهروا غضبهم علنية، فبيتذمروا على القوانين والسلطة، ويرد الآباء بغضب، ويبدأ الخناق بالكلام، وممكن يوصل للعنف الجسدي. فبيتمرد الأولاد لأن القوانين فرضت عليهم من غير علاقات حب بينهم وبين أهلهم. وبينصح الكاتب إذا كنت من اللي اختاروا النظام الاستبدادي في التربية، اتخلى عن قوانينك وابني علاقة مع ولادك، فالحب هو الأساس، وبعد كده الخضوع. تاني نموذج هو المتساهل، بمعنى اعمل اللي انت عايزه. وفيه الآباء بيهتموا بدعم أولادهم ويتساهلوا، فما فيش سيطرة ولا وضع قوانين، وبتتفوق المحبة على الحدود، ومش بيكون فيه توازن بينهم. وقال الكاتب مثال: ولد طلب من أمه لعبة من محل لعب، فتجيب الأم اللعبة، فيلاقي لعبة أحلى ويبقى عايز يجيبها، فترفض الأم، فيرمي اللعبة الجديدة على الأرض ويصرخ ويعيط لأنها ما جابتش اللعبة التانية بسرعة. فتحاول الأم السيطرة على الوضع وتقول له هعد 5، لو ما بطلتش عياط هنمشي. فتعد 5 مرة ومرتين والولد بيعيط، فتحاول تمشي، فيبدأ الولد بالصراخ والعياط أكتر، ويرمي نفسه على الأرض عشان يضغط على مامته، فتنفذ اللي هو عايزه وتجيب له لعبة تانية. وفي النموذج ده بياخد الولاد أهلهم رهينة، فيرفضوا طلبات أهلهم ويصرخوا ويعيطوا لغاية ما يخضع الآباء لطلباتهم. وكمان بيسيطر الولاد على الأهل لأنهم مش حاطين حدود ليهم ولا قوانين، والولاد بيعرفوا كده ويستغلوا الأمر ده. وبيوضح الكاتب إن الولاد في نموذج التساهل بيكونوا مش سعداء، لأن التوازن بين الحب والحدود مش موجود، وقلة القوانين بتخلي الولاد تفكر إن الأهل مش مهتمين وكمان مش بيحبوهم. إذا كنت من اللي اختاروا التساهل في التربية، هتحتاج تسمع النموذج الثالث اللي فيه الحل. التوازن هو النموذج الثالث، بمعنى أنا بسمعك، أنا بهتم بيك، أنا عايز أفهمك، خد بالك من حدودك. والنموذج ده بيوازن بين المحبة والحدود، بين الدعم والسيطرة. يوضح الكاتب إن الأهل بيبنوا علاقات مع أولادهم أساسها الحب والقبول الغير مشروط، مع وضع القوانين والحدود، فيحس الأولاد بحب أبائهم وبيعرفوا الحدود، وده بيزود إحساسهم بالأمان. فالآباء هم المتحكمون في زمام الأمور بحب وعدل، والحدود هو الإطار اللي يقدر يتصرف جواه الأولاد بسلام وأمان. والحدود السليمة بتسمح للأولاد إنهم يختبروا الأمور وينموا ويتطوروا. ولو الحدود مش موجودة، مش هيكون للولاد أساس متين يقدروا عن طريقه ياخدوا قرارات سليمة، ومش هيبقى غير الفوضى والارتباك. وبيسأل الكاتب إيه نتيجة النماذج المختلفة من التربية على المراهقين؟ بيجاوب إن المراهقين اللي اتربوا تحت سلطة استبدادية بيكون عندهم مشاعر عداوة لأهلهم، زي العزلة الاجتماعية وأوقات تصرفات إيذاء للمجتمع،
زي السرقة والتخريب ورفض المبادئ الأخلاقية التقليدية. أما المراهقين اللي اتربوا بالتساهل مش بيتحملوا مسؤولية تصرفاتهم ومش بيساعدوا غيرهم، ومن الممكن إنهم يدمنوا الكحول والجنس والمخدرات ويميلوا لمشاهدة الأفلام الإباحية. أما المراهقين اللي اتربوا في توازن بين الحب والحدود بيكونوا قادرين على تحمل المسؤولية ومساعدة الآخرين والمجتمع بحب وحدود. وفي الآخر قدم الكاتب نصيحة اتقالت في يعقوب 1:21 إن الآباء محتاجين يكونوا مسرعين في الاستماع، مبطئين في الحكم والإدانة، وبطيئين في الغضب. ما تخسرش ولادك بالتربية المستبدة أو المتساهلة، لكن ابني علاقة حب وحط إطار أو حدود، وكن حكيم في حساب من يتعدى الحدود، وأخيراً اغفر واطلب الغفران. فكرة التوازن خلصت، لكن الكتاب مليان بالتفاصيل. أشجعك تشتريه وتقراه، أكيد هتستفاد أكتر. ربنا معاك.